البسبوسه ديالنا من بعد ما جبناها من الفران هي هذه كيف ما كتشوفوا، غير حنا تحمرت لنا شويه على زياده شويه، ولكن جات مذهبه بزاف عفوا. جات زوينه غزاله، ما تنساوش تجربوها، راه كتجي واعره بهاد الطريقه ديال اختي زوينه. دابا غتسقيها بالسيره من الفوق، وما تنساوش ديروا لنا لايك والاشتراكات وتشجعونا. ها نتوما البسبوسه ديالنا كيفاش كتجي هي هذه. دابا غنعمرو شي براد تاع وغنحطوها معاه. نجيبو الفقاس، نجيبو شويه الرقيق صايبات اختي الطنا. شي نهار نشاركو معكم الفقاس ديالها حتى هو تيجي غزال وساهل وبسيط. راه كتبيع الفقاس كتبيع، واللي بغى شي حاجه مرحبا بها، راه كتبيع الفقاس كتبيع البريوات. اللي بغى شي كوموند يقول علينا باش نصاوبو ليه الفقاس والبريوات. صافي دابا غتسقيها بالسيرو، ديرو ديال الليمون. اصلا الليمون راه طريقه عرفتوها كاملين، المهم تديروا سميتو باش يطيب مع سنيده، وهذه هي الطريقه ديالنا تتكمليها التسقيه كامل، ومن بعد نقدموا نشوفوها في التقديم كيفاش كتجي. ها نتوما غنصاوبوا البسبوسه ياكي. البسبوسه حنا درنا غسلنا واحد الليمونه، عندها الجلده رقيقه، غسلتها مزيانه وقطعتها مع الجلده ديالها، ونديرو عليها 4 البيضات. بسم الله. انا تنجمع كلشي في المولينيكس وتنطحنها. نديرو خمريه وحده كارفاني. خمارة ثاني، كاس الزيت، وكاس الليمون، وكاس السنيده، وصلنا نحطوها تطحن مزيان حتى نديرو نزيدو عليه دابا الكاس ديال الكوك اللي بغيتي ديرو، اللي ما بغاش صافي. هنا غنديرو 2 كيسان السميده، وانت ندير 2 كيسان السميده. الا باقي خصوص باقي جاريه تنزيد واحد ونص الكاس. هاني زدت هذاك النص اللي قلت لكم باش هي السميده تشرب، درت غير 2 كيسان ونص. خمارات صافي تندير 2 خمارات حمرين وتنطحنوها مزيان، تنخوها. احنا دخلناها للفران صافي. دابا غنسدو عليه. درنا ليه شحال الحراره. خواتي مرحبا بكم في القناه سميره فلوق. كيف ما ديما ما تنساوش دعمونا وديروا لنا لايك والاشتراكات ديالكم الزوينين. كنشكركم بزاف والناس جداد ما ينساوش يدعمونا ويديروا الجرس باش يوصلهم الجديد. كيف ما كتشوفوا البسبوسه ديالنا هي هذه، واحد البريوش ديالنا هو هذا جابتو اختي، والبغرير ها هو جابتو اختي،
واختي عيطت جات فيها من جوع من الخدمة طايحة. على هذيك اسميتها اللي شاط ليلة قبيلة، وهذه بنت اختي ما باغاش تجلس كتفرق لينا فسميتو. المهم ما تنساوش تدعمونا وديرونا اللايك والاشتراكات ديالكم زوينين. كنشكر اي واحد كيشجعنا وكيشارك معنا في القناة ديالنا الغزالين.